ازيكم يا جماعة. كنت جاي اقول لكم يعني لو حد فيكم مر في يوم ما بتجربة مش حلوة، بلاش ان هو يشاركها على السوشيال ميديا. ليه؟ عشان الناس مش كلها بتتفاهم الموضوع ده. كنت نازل السويس وكده عشان كان عندي شغل هناك تصوير، فقلت اصور فلوج زي ما انا مثلا بنزل اي حتة مع اصحابي، مثلا بصور زي ما صورت في السخنة، صورت في راس البر. صورت فين تاني؟ صورت في بورسعيد. باجي رايح اي حتة بسافر واشارك الناس يعني المغامرة بتاعتي وكده. ساعات بتعجب الناس، ساعات ما تعجبش الناس، ساعات حد يقول لي انت مشغل اغاني، ساعات حد يقول لي انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا. انا مش رول موديل المفروض ان انتوا تمشوا عليه يعني. بعيد عن هنسكيب النقطة دي دلوقتي. انا اصلا كنت نازل السويس مش عارف اي حاجة، انا مش عارف الدنيا هناك خالص. والناس حتى اللي انا كنت نازل معاهم كانوا نايمين، فانا ما كانش قدامي غير الناس اللي في الشارع ان انا اسال افطر فين، اقعد فين. ما كانش قدامي اي حاجه. بعد ما خلصت فطار سالت ان انا عايز بقى كافيه اقعد فيه اخلص شغل، فعايز كافيه يكون فيه تكييف، يكون فيه نت اعرف اشتغل فيه. صدفة ما كانش فيه ده متوفر في المكان اللي انا فيه. ففضلت ماشي حبة وقلت ده في الفلوج ان انا مش لاقي كافيه في المكان اللي انا فيه ده، فهضطر ان انا امشي حبة حلوين. وبعد ما فضلت ماشي برضه قابلت حد انا اصلا ما اعرفوش، سالته على اقرب كافيه موجود فين، قال لي موجود هنا قدام شوية. وفضلنا نتمشى بتاع ساعة مثلا في الحر. فانا قلت ان الجو حر، انا مش قصدي ان انا اقول شيء سلبي عن المحافظة يعني. هي ما كلتش اكلي مثلا وانا صغير فهطلع بقى اشوه في صورة المحافظة يعني. ده ما حصل. وسالت برضه نفس الشخص اللي انا كنت ماشي معاه ده على مكان عايز انام فيه، فهو اللي رشح لي المكان ده يعني. كل الحاجات دي حصلت بره عني خالص يعني. انا اكيد مش قصدي مثلا ان انا اطلع اقول المحافظه دي وحشه او هنسكيب المحافظه دي من العالم يعني. انا مالي اصلا، بيني وبينها طار يعني. فهو الملخص يعني يا جماعه، يعني لو مريتوا باي تجربه وحشه خلوا الموضوع بينكم كده وبين نفسكم. ممكن عادي ان يوم يمر عليكم وحش مثلا، خلوه بينكم وبين نفسكم. انا ما كنتش شايف ان اليوم وحش وانا ما كنتش متضايق يعني. انا كنت بشارك الناس الموضوع على اساس ان هو يوم عادي، وعلى اساس ان هي دي المحافظه وكده. انا اصلا ما كنتش اعرف ان ليهم وحش. فلو يوم انتوا حسيتوه وحش او حاجه حسيتوا ان الناس هتختلف عليها، ما تنزلوهاش اساسا، عشان مش كل الناس بتبقى متفهمه ده يعني. اصلا في ناس دخلت شتمتني باهلي والكومنتس فيسبوك مسحها يعني. فيسبوك بيعرف يميز الشتايم وكده. وناس تانية داخله تقول لي انت اللي اخترت مكان على قد فلوسك. ليه الكلام اللي يزعل ده؟ وناس تالتة داخله تقول لي انت ما بتفهمش حاجه، وانت ايه اللي انت بتعمله ده اصلا، انت ما بتعرفش تتكلم قدام الكاميرا. حبيب قلبي دي حاجه ترجع لي انا. ناس رابعه داخله تقول لي ما تعملش اصلا فيديوز تاني. حبيب قلبي انت مالك برضو يعني. مش عارف اقول ايه بجد. فبس كده يعني. وبرضه بعتذر لاهل السويس لو انا كنت بينت البلد بتاعتهم بشكل مش حلو. زي ما قلت يعني انا ما اعرفهاش، اول مره انزلها، فانا مفكر ان هي دي البلد وهي دي الاماكن اللي بتتراح. واعتقد ان ده هيبقى اول فيديو ليا انتوا شايفيني طالع مش بضحك اصلا فيه ومتضايق وكده، عشان بجد الكومنتس يعني اكتر من انها تضايق بكتير قوي. بس برضه مش همسح الفيديو عشان هو يعتبر تجربة شخصية ليا أنا لتصوير في محافظة جديدة وكده. أنا شايفه عادي. بس هيكون في زيارة تانية قريب إن شاء الله يعني، نكتشف بقى السويس كاملة بجد مع حد يكون عارف البلد جامد قوي. وبس كده يا جماعة، ده كل الكلام يعني. سلام.